في اخوة كتير اسلموا. الاخوة دول بيتاخد مالهم وعادي على المسيحي على فكرة بيستحل ان هو ممكن يخش شقة اللي اسلم ده يقلبه بجد. ممكن اخوه يدخل يقلب شقة الاخ او الابن، ممكن يقلبه. ليه؟ اصل ده اسلم. تحس ان هو بيستحل ماله. وبتكلم بجد، ممكن ياخد لو عنده شيكات ممكن ياخدها ويحبسه. المهم ان هو يرجع تاني لحضن يسوع المحب الجميل قوي. الكلام اللي انا بقوله ده انا مش بقوله من نفسي، لا انا بقوله بناء على وقائع انا شفتها وعشتها وعارف الاشخاص دول ومنهم اللي بيقعد معانا. فكون ان هم قطعوا الوصال ما بينهم وانه بياخدوا مالهم، لو في شقه مثلا واحد اسلم كاتب شقه باسم مراته مثلا، بتاخدها خلاص مالكش حاجه عندي وترميه في الشارع عادي جدا، ما هو هيطلعها لان هو اسلم. فاللي يقدر يساهم في ده في صندوق المسلمين الجدد. وانا لما بقول ده يعني بقول ان احنا في حاجه لده، مش بقول كده يعني وخلاص. يعني بقول ان احنا محتاجين دعم الصندوق ده عشان في ناس بتبقى محتاجه فعلا وبيبقى ظروفهم وحشه. اتمنى اللي يقدر يشارك في دعم الصندوق المسلمين الجدد يشارك.